مرحبا. هلا كمان انا معي بزنس بارتنر جديده كمان اليوم تعرفت عليها، بس هي لتاني مره بشوفها بلقاءات. هيديك السنه شفتها بمونتريال، وهلا اليوم هي معنا بميشيغان. بس انت من وين جايه هلا؟ أنا جاية من مونتريال، أصلي تونسية. أنا بيا يونسي تونسية مهاجرة لكندا، عندي 15 سنة. أشتغل في ميدان الصحة ممرضة في المستشفى. في هيدا شيء مشترك بيني ما وبينك. شاء الله، ما شاء الأقدار مثل يعني في البزنس هذايا. اشتراك في الوظيفة واشتراك في البزنس أونلاين، ما شاء الله. خبرينا هيك اكثر عن حالك. شو اللي جيتي من تغربتي، جيتي بلشتي تشتغلي، شو اللي خليكي هيك تبلشي بهذا الاونلاين بزنس؟ اللي خلاني أخت دعد أبلش في البزنس أونلاين لأنه تعرفي في ميدان الصحة في هناك إرهاق كثير، يعني نشتغل 5 أيام في الأسبوع، وعندي ما شاء الله عائلة متكونة من 4 أولاد. أرجع للبيت نكون يعني مرهقة تعبانة، ما أقدر أكمل مشاغل البيت. منذ الكوفيد يعني كان ضغط أكثر علينا. بعد الكوفيد أنا بديت أفكر يعني في هالبديل، يعني في شغل من البيت بحذا أولادي، أقلل من دوامي في المستشفى. وشاءت الأقدار حتى يوم من الأيام، أنا ما كنت أستعمل السوشيال ميديا كثيرا. يوم من الأيام شاهدت إعلان لزميلة تحكي عن البزنس أونلاين، تواصلت معها، أخذت من عندها المعلومات يعني والتفاصيل عن البزنس هذا، واقتنعت به ودخلت في البزنس هذايا وعجبني دغري كثير. هيك اقتنعتي، ما خفتي، ما حسيتي بالتردد انه يمكن هذا يكون سكام، انه انت فايته ببزنس، يعني اكيد في استثمار، فهذا الشيء ما وقفك ولا لا؟ أخذ دعد من الأول، وكأي إنسان هناك الخوف، يعني أنا مش أنا خاف يعني من ميدان الحوايج الموجودة في الإنترنت، ممكن تكون سكام. لكن لما دخلت في خطوات دراسة المشروع، لأنه الخطوة الأولى تكون عن طريق الإيميل، تبعت إيميل. الخطوة الثانية دخلت $149. ولما قبل الخطوة الثانية أنا شفت المجتمع يعني ما شاء الله الآلاف موجودين في فيديوهات، ناس تحكي عن مشاريعها وعن نجاحها وعن يعني الحياة كيفاش تغيرت لها. أنا اقتنعت، قلت ما يكون يعني سكام، لأنه الناس موجودة بوجوهها بعائلاتها موجودة على السوشيال ميديا، يعني ميزت. كله اشخاص حقيقيه هي عم نعم. تحط صورها على الفيسبوك، مش رح يكونوا اكيد عم يعملوا شيء ضروبي بالناس بمصر. وبالنسبة للاستثمار كأي بزنس يلزم فيه استثمار، وما شاء الله البزنس متاعنا هذايا الاستثمار يعني هو مبلغ بسيط لما تقارني بالبزنس التقليدية. 100% مبالغ كبيرة، وشوف يعني يكون النجاح يعني 100% أو ما يكون 100%. هذايا مبلغ صغير وانت تخدمي من بيتك براحتك، ما عندك بوس مدير فوق راسك، على وقتك، على وقت فراغك، يعني حرية تامة في أي مكان تنجمي حتى تسافري تهزي معك البزنس. أنا هذا اللي كنت أبحث عليه أخذ دعت، أبحث عن القيود. أنا حابة أخرج من القيود، يعني ما حتحرر من القيود يعني الموجودة. كلياتنا اللي بيشتغل واللي ما بيشتغل كمان عنده هيدي الايديا، انه هو ما بده يكون مقيد بشيء، بده يكون وين ما كان عم يشتغل، واكيد بنفس الوقت عم يطلع انكم. هل يا ترى انت بتحسي انه لازم لكل بيت يكون عنده اكثر من دخل؟ نعم، لأنه تشوفوا في هنا الانفلاسيون الوقت هذا، ما أعرف الانفليشن. ما شاء الله يعني الوظيفة ما عادت تكفي مصاريف العائلة، تسدد حاجيات الأبناء، والدراسة أصبح غالية يعني في كندا وأمريكا. يلزم يعني مع الوظيفة هناك دخل ثاني حتى الإنسان يعيش كريم. احنا هاجرنا وقمنا بالمغامرة هذه، فعلا هو مغامرة. انتقلنا من بلدان إلى بلدان أخرى، في عادات وفي تقاليد مختلفة وفي معيشة مختلفة، يعني ليه ما نجرب حاجة ثانية وما تكونش أصعب من مغامرة الهجرة. يعني أنا أشوفها يعني حاجة. وبس قبل ما نختم بدي اسالك سؤال. في كثير اشخاص بيقولوا طب يعني كيف بلا خبره وبلا لغه، كيف يعني بيمشي هذا البزنس؟ في نعم. بزنس هيك؟ في بزنس هيك، نعم. هو بزنس لا يستحق لا خبرة ولا معرفة بالتكنولوجيا كما حالي أنا من مجال الصحة، ما عندي علاقة بالتسويق ولا بالتسويق الرقمي ولا بالتجارة التقليدية. لما دخلت البزنس هذايا ودرست المشروع، لقيت هناك يعني الأدوات موجودة كاملة. الأدوات هو تدريب سهل وبسيط عن طريق فيديوهات مترجمة لجميع لغات العالم. هناك دعم عن طريق منتور وكوتش وكوميونتي من مختلف أنحاء العالم، وفي هناك اوتوميتد سيستم يشتغل لحسابك، وحتى في فراغك واثناء نومك يسهل عليك الشغل نتاعك، ويشتغل لك محسوب 70% والباقي يكون عليك.
لكل انسان يعني مهتم لازم يكون جدي ويشتغل، لانه ما في حاجه تنجح بدون شغل بدون 100%. مجهود. يعني لو عم نقول ساعتين وما بده هالوقت الكتير، بس اكيد بده جهد منك، بده يكون انت عندك رغبه لتتعلمي تتقوي. وهيدا اللي حلو بهذا الكوميونتي، انه الكل بيساعد بعضه وبيدعم بعضه. هلا نحن عم نجتمع هال3 ايام، مش بس عم نتعلم، عم نشارك خبرات بعضنا، عم ناخذ افكار من بعضنا وبنقوي بعضنا بذات الوقت. اكيد كان لي الشرف تعرفت هلا المره الثانيه بشوفها لبيا، وان شاء الله يا رب نشوفكم لقاءات ثانيه. وشكرا كثير لك الله يخليك، شكرا لكم، موفقين ان شاء الله. شكرا لك.